تخيل معايا تفيق واحد الصباح، تمشي للكيشي باش تجبد فلوسك وتلقى الكونت ديالك مبلوكي. او تخيل تبغي تبيع الدار اللي شقيتي عليها سنين وتمشي عند النوطير وتلقى راسك مطالب تخلص ملايين ديال السنتيمات على واحد الضريبه قديمه عمرك ما سمعتي بها. هاد الكابوس كيوقع يوميا لآلاف المغاربه بسبب ضريبه النظافه او داكشي اللي كيتسمى قانونيا رسم الخدمات الجماعيه. بزاف ديال الناس كيتصدموا ملي كيجيهم انذار باش يخلصوا ضريبه ديال 10 ولا 15 عام. ولكن واش في خبارك بلي القانون المغربي كيحميك وعاطيك واحد الحق سميتو التقادم؟ واش في خبارك بلي بعد 4 سنين ديك الضريبه كتمسح بقوه القانون وما كتبقاش ملزم تخلصها؟ ولكن بلاتي كاين واحد الفخ خطير، واحد الغلط بسيط كيديروا 90% ديال المغاربه بلا ما يحسوا، وهذا الغلط كيمسح ليهم هذا الحق ديال التقادم وكيرجعهم للزيرو وكيلقاو راسهم مجبرين يخلصوا كل شيء من درهم لمليون. هذا الغلط القاتل غادي نكشفوا لكم في اخر هذا الفيديو باش تردوا ليه البال مزيان وما تطيحوش فيه. قبل ما ندخلوا في المعقول ونفصلوا هذه الحكايه، اذا كنتو كتشوفوا باللي هذه المواضيع كتفيدكم وكتوعيكم بحقوقكم، ما تبخلوش علينا بواحد الجيم خفيفه للفيديو وخليو لينا شي تعليق زوين باش الفيديو يوصل اكبر عدد ديال الناس اللي محتاجين هذه المعلومه. راه الدال على الخير كفاعله. الصراحه ملي كنهضروا على الضرائب الاغلبيه ديالنا كيتخلع وكيحس بواحد الضغط كبير. كنحس بكم وكنفهم مزيان هذا التخوف، حيث الاداره ديالنا بعض المرات كتستغل النقص في الوعي القانوني ديال المواطن البسيط باش تحصل منه مبالغ خياليه. بزاف ديال الناس مساكن ما قاريينش القانون وكيصحاب ليهم بلي اي ورقه جاتهم من عند القباضه راها قران منزل خاصهم يخلصوه بلا ما يناقشوه. ولكن هادشي ماشي ديما صحيح. الاداره كدير خدمتها، ولكن حتى انت كمواطن خاصك تعرف حقوقك وتدافع عليها. المشكل الكبير في هاد الضريبه ديال النظافه هي انها كتراكم والناس ما كتردش ليهم البال، حيت ما كيجيوش ليهم الوراق كل عام للدار. كاين اللي كاري دارو كيسحاب ليه المكتري هو اللي كيخلص، وكاين اللي سادد دارو مسافر، وكاين اللي ورد شي بارتوما ونسى بلي الضريبه تابعه العقار ماشي الشخص. شحال من واحد فينا وقعت ليه هاد القضيه، شحال من واحد لقى راسو غارق في الكريديات ديال الدوله بلا ما يدير بحسابها. متفقين معايا بلي هادشي كيمرض وكيجيب الاعصاب؟ داكشي علاش خاصنا نفهموا اللعبه كيفاش غاديه. باش نفهموا مزيان هاد القضيه اجيو نعاود لكم القصه ديال السي محمد. تخيلوا معايا السي محمد واحد السيد درويش خدام على قد الحال، جمع واحد البركه باش يشري واحد الطويره صغيره فين يستر هو ووليداتو. مشى شرا الدار، دازت الامور مزيان، ولكن من بعد واحد 5 سنين بغى يبيع ديك الدار باش يبدل لمدينه اخرى فين لقى خدمه احسن. مشى عند النوطير قاد المسائل، ولكن النوطير طلب ليه واحد الورقه مهمه سميتها شهاده الابراع او الكيتونس ديال الضرائب باش يثبت باللي الدار ما عليها حتى شي كريدي للدوله. سي محمد مشى للقباضه وهو مرتاح، قال لهم عطيوني هاد الورقه. الموظف دخل المعلومات في البيسي ودار فيه شوفه ناقصه وقال ليه اودي راه عليك 15 عام ديال ضريبه النظافه ما مخلصاش. مول الدار القديم ما كانش كيخلص، ودابا انت اللي شريتي الدار وحلتي فيها خاصك تخلص 3 المليون باش نعطيك هاد الورقه. السي محمد تصدم، الدنيا دارت به 3 المليون منين غادي يجيبها وهو يلاه باغي يبيع باش يفكو حايلو. الموظف قال لي خلص باش تاخذ الورقه ولا سير بحالك. السي محمد مسكين ما عارفش كان غادي يتسلف باش يخلص، ولكن اللي خصني الحظ تلاقى مع واحد صاحبه فاهم في القانون وقال لي حبس، راك ما خاصكش تخلص داكشي كامل، راه كاين التقادم. ايوا شنو هو هذا التقادم اللي هضر لي عليه صاحبه؟ شوفوا معايا مزيان وركزوا. القانون المغربي وتحديدا مدونة تحصيل الديون العمومية في المادة 122 كتقول بواحد العبارة واضحة: ديون الدولة بحال الضرائب كتقادم وطيح بعد مرور 4 سنين. شنو كيعني هادشي بالدارجه؟ كيعني باللي الخزانه العامه او القباضه عندها الحق تبعك وتطالبك تخلص غير على 4 سنين الاخرى. اما داكشي اللي فات 4 سنين، مثلا 5 سنين او 10 سنين او 20 عام، راه كيطيح وكيتمسح بقوه القانون وما بقاش عندهم الحق يطالبوك به. يعني في الحاله ديال سي محمد اللي طلبوا ليه 15 عام، راه في الحقيقه خاصو يخلص غير 4 سنين الاخرى، وديك 11 عام كامله طاحت بالتقادم. واش فهمتوا دابا البلان كيفاش داير؟ ولكن هنا فين كيبدا اللعب القاصح. الاداره عمرها ما كتسكت لك بوحدك وتمسح لك داكشي من تلقاء نفسها، حيت هي باغا تدخل الفلوس. الا مشيتي وسكتي وعطيتيهم الفلوس غادي يشدوهم وما غاديش يرجعوهم لك، حيت بالنسبه ليهم خلصتي واحد الدين اللي عليك. اذا الحل هو انك انت اللي خاصك تطالب بهذا الحق ديال التقادم. خاصك تمشي عندهم وتقول لهم حبسوا، انا عارف باللي القانون كيعفيني من هذا الشيء القديم وعطيوني نخلص غير 4 سنين الاخرى.
دابا غادي تسولوني كيفاش نديروا باش نطالبوا بهذا التقادم عمليا وبلا ما نضيعوا وقتنا. الاجراءات سهله ولكن خاصها دار بذكاء. اول حاجه، ملي تعرف بلي عليك ضريبه قديمه ما تخلص حتى ريال في ديك اللحظه، سير للقباضه وطلب اليوم كشف الحساب او الروفيد كونت ديال الضرائب اللي عليك. ملي يعطيوك ديك الورقه جلس مع راسك في الدار وشد ستيلو حمر وشوف السنوات اللي طالبين لك. اي عام فايت 4 سنين من تاريخ الشروع في التحصيل ديالو دير عليه كروه، هادوك راهم متقادمين. من بعد غادي تكتب واحد الطلب خطي سميتو طلب تطبيق التقادم الرباعي وتوجهه لفرزين الاقليمي او الجهوي. هذا الطلب كيتكتب بطريقه بسيطه، كدير فيه سميتك، رقم لاكارت ناسيونال ديالك ورقم الجدول ديال الضريبه اللي كاين في الروفيد كونت، وكتكتب ليهم باللي بناء على الماده 122 كنطلب منكم تسقطوا عليا السنوات اللي فاتوا 4 سنين. كتمشي لمكتب الضبط وكتحط الطلب ديالك، والاهم في هذا الشيء كامل هو انك تاخذ وصل الاستلام او لاكوزي دو ريسيبسيون باش تضمن باللي راك دفعتي الطلب رسميا. الاداره مجبره تجاوبك، وإلا رفضوا بلا مبرر قانوني راه المحكمه الاداريه كترد لك حقك كامل حيث القانون واضح. ولكن هنا فين كيبدا اللعب القاصح، الاداره ما كتسكتش بسهوله. بعض المرات ملي كتدفع ليهم طلب التقادم كيجاوبوك وكيقولوا لك لا سيدي ما عندكش الحق في التقادم حيت حنا صيفطنا لك انذار للدار في العام الفلاني، وهذا الانذار كيقطع التقادم. شنو هو هذا قطع التقادم؟ هو ملي الخزانه العامه او القباضه كدير شي اجراء بحال تصيفط لك رساله مضمونه او دير لك حجز على الكونت البنكي، غير كيوصلك هذا الشيء العداد ديال 4 سنين كيتبلوكا وكيرجع الزيرو، وغادي يوليو يطالبوك بكل شيء من دراهم المليون. ولكن واش هذا الشيء كيعني النهايه ديال العالم؟ لا، حيت حتى هذا الانذار عنده شروط. المحاكم الاداريه في المغرب صارمه بزاف في هذه النقطه. الاداره خاصها تثبت بلي داك الانذار وصلك ليديك وسنيتي عليه شخصيا. الا كانوا صيفطوه لشي عنوان قديم او رجع ليهم فيه عباره مجهول او انتقل، فهذاك الانذار كيتعتبر باطل في نظر القانون وما كيقطعش التقادم. يعني تقدر تطعن فيه وتربح القضيه ديالك وترد فلوسك وتطيح عليهم ديك الضريبه القديمه كامله. متفقين معايا بلي هاد المعلومات قليل اللي كيعرفها وكتوفر بزاف ديال الفلوس والمشاكل؟ ودابا وصلنا للسر الخطير اللي هضرت لكم عليه في بدايه الفيديو. شنو هو هذا الغلط القاتل اللي كيديروه الاغلبيه ديال المغاربه وكيمسح ليهم هذا الحق ديال التقادم كامل؟ الغلط هو الاعتراف بالدين او الاداء الجزئي. بزاف ديال الناس ملي كيمشيو للقباضه وكيلقاو عليهم مثلا 10 سنين ديال الضريبه كيتخلعوا كيبغيو يبينوا حسن النيه، كيقولوا للموظف افاك خذ من عندي هذا العام او هذه البركه دابا وباقي السنوات نديروا لهم شي جدوله ونبقى نخلصكم شويه شويه. مجرد ما كتحطوا درهم واحد او كتسني على شي جدوله ديال الديون راك ضابطي كل شيء في الزيرو. القانون كيعتبر اعترفتي بالدين كامل وكيسقط عليك الحق في التقادم نهائيا، وغادي تولي مجبر تخلص ديك ال10 سنين كامله بزز منك وما عندك فين تهرب. نصيحتي لكم اليوم ويا ريت تدخلوها لراسكم مزيان، الا كانت عليك ضريبه النظافه قديمه وفايت 4 سنين ما تخلص حتى ريال وما تسني على حتى ورقه ديال الجدوله قبل ما تستشر مع محامي او خبير وتدفع طلب التقادم ديالك هو الاول. هذه هي الطريقه الوحيده باش تحمي راسك وجيبك بالقانون. الا عجبكم هذا المحتوى واستفدتوا منه ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا جيم للفيديو باش تدعمونا نستمروا في تقديم هذا النوع ديال الفيديوهات.